امتى اعرف ان ما ينفعش ادي فرصه؟ رجعت لطريقي ولقيت نفس الاسباب الانفصال، امشي ولا استنى؟ حته انه ادي فرصه وما اديش، دي طريقه تفكير مش مناسبه لنجاح اي علاقه اصلا في حد ذاتها. وحاجه تانية، انه انتوا دلوقتي انفصلتوا واشتقتوا لبعض فحبيتوا ان انتوا ترجعوا تاني، في افتراض انه الوقت غيركم وان انتوا عرفتوا قيمه بعض عشان اشتقتوا لبعض ورجعتوا تاني. ده كلام مش مظبوط، مش هو ده اللي هيخلي العلاقه تنجح ان انتوا اشتقتوا لبعض. ده مش مظبوط تماما. ولا ان الوقت عرفكم قيمه بعض، لان العلاقه اصلا ما انتهتش في البدايه علشان انتم ما كنتوش عارفين قيمه بعض. العلاقه انتهت بسبب سوء التواصل اللي ما بينكم. العلاقه نفسها، الكلام، الحوار اللي ما بينكم هدام مش بناء. فالنقطه الاساسيه ان علشان نجاح العلاقه يبقى محتاجه طريقه التواصل دي اللي تتغير، وعلشان طريقه التواصل دي تتغير محتاج ان كل واحد فيكم يشتغل على نفسه. في ايه؟ انه يعرف نفسه، يعرف هو بيتبسط بايه وبيتضايق من ايه انه بيخليه ان هو مش قادر يكمل في العلاقه دي. فكل واحد لما يفهم نفسه، دي مرحله مهمه جدا. طيب فهمتي نفسك وفهم نفسه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انتوا تتعلموا ازاي تعبر عن احتياجاتك وتعبر عن الحاجات اللي انت رافضها للطرف الاخر انه يفهمها. لانه اوقات كتير احنا بنعبر بطريقه مش مفهومه على افتراض ان اللي قدامه ده المفروض يعرف لوحده. ازاي يعني؟ وبتبقى الازمه الاكبر ان انت مش عارف اصلا نفسك، فاللي قدامك المفروض يفهمك وانت مش فاهم نفسك. ما ينفعش. فان احنا لا نبقى عايشين مع بعض مبسوطين على طول، بناء على ايه؟ ما هو اللي يبسطك محتاج تعرفه اللي قدامك علشان يقدمه لك، والعكس صحيح ان هو كمان. طيب ده جزء. هل كل واحد هيبقى عارف ازاي يشرح نفسه ويشرح الجواه ويبقى عارف احتياجاته على طول من اول مره؟ لا. وهنا اهميه الصبر والثقه، انه العلاقه ديت انا عايز انجحها، فعشان عايز انجحها بعمل ايه؟ بساعده. بساعد الطرف الاخر. بساعده ازاي؟ يعني بساله ايه اللي انت محتاجه مني اقدمه لك عشان تكون مبسوط ومرتاح معايا. احنا بنبص الموضوع ده على اساس ان هو عيبه وكبيره علينا ان احنا نعمل حاجه زي كده. يا نهار ابيض! ده اهم واحد في حياتك. شريك حياتك هو اهم واحد في حياتك، ان انت تساله هو محتاج منك ايه عشان يفضل مبسوط معاك ومرتاح. ونفس الموضوع ان هو كمان يسالك انت محتاج ايه علشان يقدمه لك عشان تبقى مبسوط ومرتاح. عشان في الاخر لو انت مش مرتاح، العلاقه مش ما ينفعش تتاخد كده مسلمات ان احنا متجوزين وخلاص. لا، ولا ان العلاقه ان انا خلاص عشان اتجوزتك يبقى انا كده اكيد بحبك. لا، محتاج الحب دوت يمارس يوميا في العلاقه عشان العلاقه تفضل حيه. العلاقه كائن حي زيها زيك، لو اهملته هتموت. فانت محتاج تغذي العلاقه دي باحتياجات كل واحد فيكم علشان العلاقه تكون ناجحه. ده اللي ينجحها، مش انك تدي فرصه او لا.